ليه نيسان السكاي لاين جي تي ار هي ايقونه اليابان كلها؟ وايه السر ان العربيه دي تكسب 29 سباق ورا بعض من غير ولا هزيمه؟ وازاي الموتور اللي كان بيحرك الجودزيلا فتره التسعينات كلها قدر يتربع على العرش لمده 10 سنين ورا بعض؟ 10 سنين في الصداره. ده اللي هنتكلم عنه في حلقه النهارده. انا طارق عبد الله ابو المواتير. النهارده هنتكلم عن الساموراي الياباني اللي بيحرك الجودزيلا العظيم الار بي 26. يلا بينا. التسعينات كانت العصر الذهبي لصناعة السيارات الرياضية في اليابان. دي كانت اللحظة اللي وصلوا فيها للنضج التام وقدروا يعملوا عربيات رياضية كسرت الدنيا، وكسروها بالعلم مش بالدراع. يعني في الوقت اللي كانت أمريكا فيه بتعمل عربيات الأمريكان ماسلز بمواتير 10 سلندر و8 سلندر باستهلاك بنزين متخلف، عربية بحجم المركب وبوزن الفيل، وكارثة في الملفات. على الجنب التاني بقى في كوكب اليابان الشقيق بيعملوا عربيات بمواتير صغيرة بتربو مثلا أو اتنين، اعتماديه ما بتعطلش، عربيات جامده ملفات والتحكم بتاعها فوق العظمه، والاهم من كل ده انها كانت سريعه. ثقافه الجي دي ام في التسعينات بدات تغزو العالم كله وبقت حلم حياه اي واحد بيحب العربيات. اليابان بتعمل عربيات جامده لنفسها ما بتديهاش لحد تاني، او بتديها مثلا لاوروبا لاستراليا، بس امريكا لا، قوانين وبتاع ومش عايز خليها لك يا اسطى، انا مش عايز اخش اصلا السوق الامريكي. فبقت في حاله غضب من الامريكان ذات نفسهم ان هم مش قادرين ياخدوا العربيات الجامده دي. وفي الفتره دي العربيات الياباني كانت بجد كابوس اي مصنع سيارات، سواء كانت بقى اوروبي او امريكي الماني طلياني ايا كان. العربيات الياباني فعلا كانت عامله معادله محدش عارف يظبطها زيها. انت بتتبسط بسعه لتريه قليله وبتوفير في البنزين وباعتماديه والعربيه رخيصه. اول سكاي لاين في التاريخ اتعملت سنه 1957 وكان ساعتها اسمها برنس سكاي لاين ديلوكس. برنس دي كانت شركه تانية قبل ما تندمج اصلا مع شركه نيسان. وبعدها في سنه 69 ظهرت اول نيسان سكاي لاين، واللي لسخريه القدر كان شكلها شبه البيجو 504. لا يا اسطى الرغي دوت كده هيبوظ الميم. لا يا روما، خد اول تيك يا مرا، يعني بص خد التيك الثانيه اللي هي سيريس اللي انا جد فيها، ان انا عامل فيها ان انا متضايق، واللي انا كنت من المحظوظين اللي قدرت اتصور معاه في 2017 واتفرج عليه عن قرب. شكلها فعلا حلو على الحقيقه. المهم جيل ورا جيل ورا جيل لغايه ما وصلنا للار 32. احنا دلوقتي في 1990 وظهر جيل جديد من النيسان السكاي لاين جي تي ار، عربيه بعيون ضيقه جايه من كوكب اليابان الشقيق، لونها ازرق. العربيه دي في سنتها 1990 كانت بتكسب اي سباق بتدخل فيه. دخلت على النوربورجرينج، عملت رقم قياسي كاسرع كوبيه رياضيه واول عربيه كوبيه رياضيه تجيب زمن اقل من 8 دقائق. قدرت تكسب اجمالي 29 سباق ورا بعض من غير ولا هزيمه، وعلى مدار 4 سنين. 4 سنين بتسابق يا جدعان، ما خسرتش ولا مره. مفيش سباق دخلته الا وطلعت رقم واحد. ودي بقى كانت اول مره يتحط فيها السبوت بشكل حقيقي بقى على الموتور الار بي 26 بشكل خاص، والنيسان السكاي لاين جي تي ار بشكل عام. هي كانت مهمه جدا من قبل الجيل ده، بس دلوقتي بقى في سبوت مختلف، موتور جديد عمل كل الاكشن ده. ما احنا قلنا دي كانت اول مره الموتور الار بي 26 يتقدم في النيسان السكاي لاين جي تي ار، فهو بسم الله الرحمن الرحيم 4 سنين من غير ولا هزيمه. الرقم الكودي الكامل للموتور ده هو الار بي 26 دي اي تي تي. موتور 6 سلندر انلاين او في خط مستقيم، 2570 سي سي، توين تربو، دفع كلي للاربع عجلات، توجيه رباعي للاربع عجلات. والعربيه كانت ابداع في الملفات وعلى التراكات، بس كان فيها مشكله ان هي على السرعات العاليه ما كانتش مستقره بشكل كبير. يعني وانت طالع تخبط لك كده 300 كيلو ولا حاجه في خط مستقيم، العربيه ما كانتش ثابته. ده فين؟ في الار 32. هنا بقى جه الدور بتاع الار 33، واللي على فكره ده مش فيس ليفت، ده جيل جديد. الجيل ده يا جدعان مهدور حقه والله واندر ريتد جدا. فتح كلام كده، الشاسيه كان اطول 4 انش واعرض انش، مع كميه تعديلات تانية لا تتخيلوها. يعني بفضل التعديلات بتاعت الشاسيه وشويه تعديلات تانية في
الايروداينامكس وغيره، العربيه قدرت تحل جدا مشكله الثبات على السرعات العاليه. العربيه كانت اسرع من اللي فاتت، توزيع الوزن فيها اجمد، التماسك بقى احسن، ونظام دفع كلي جديد بالكامل. المشكله فين بقى؟ المشكله ان كل اللي فات ده كان مجرد التمهيد لايقونه اليابان الجودزيلا الار 34. الموتور مر بتعديلات كبيره جدا في التوربينه وفي الكام شافت وفي منظومه الدفع كلها، من اول الموتور لغايه الفتيس ونظام الدفع الكلي ونظام التوجيه الرباعي للعجلات. والموتور ده كان بيتميز بحاجتين مهمين جدا، اولهم كان ان صوته حلو بجد يا جدعان، صوته حاجه ميكانيكيه بحته، من غير مكياج، من غير جعير او افوره مبالغ فيها. موتور كان بيوصل ل 7000 لفه في الدقيقه، واسمع يا باشا الصوت النظيف. تاني حاجه كان بيتميز بيها هو انه زيه زي اخوه ال2 جي زي اللي كان بينزل في حلقه بتاعت التويوتا السوبرا، كان بيتميز بالهندسه المبالغ فيها او الاوفر انجينيرنج. فاكرين الاتفاق اللي اتكلمنا عنه في حلقه ال2 جي زي؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ ما انت لو بتتفرج على الحلقات كنت افتكرت. بس هقول ايه بقى، جهود مهدره والله. المهم يعني الاتفاق ده انا قررت اسميه اتفاق الرجوله والجدعنه. بكل بساطه في فتره التسعينات اللي كانت من حبه صغيرين دول 30 سنه مش كتير، كان عدد الحوادث بيتزايد بشكل كبير جدا جدا في اليابان بسبب السرعه الزائده. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كبار مصنعي السيارات اليابانيه زي تويوتا ومازدا وميتسوبيشي والناس الجميله دي كلها ونيسان اجتمعوا كده مع بعض وقعدوا قعده عرب وقال لك بصوا يا جدعان، احنا مفيش عربيه هنعملها يكون موتورها اقوى من 280 حصان، علشان يعني ايه ما تبقاش قويه قوي ونزود عدد الحوادث اللي هو اصلا زياده من وسط او يعني في بين فئه الشباب. وركز معايا بقى في اللي جايه دي، حتى لو الموتور قادر ان هو يتخطى ال 280 حصان، احنا هنكتفه عند ال 280 حصان بس. قال يعني 280 حصان قوه غير قاتله. فباختصار اللي حصل مع التويوتا السوبرا في ال2 جي زي حصل مع النيسان السكاي لاين في الار بي 26. الموتور كان قادر يخرج قوه اكتر بكتير من ال 280 حصان بتوعه، بس كان متكتف يا عيني. كارما بقى ان في ناس كتير قررت تقيس قوه الموتور ده اساسا على الداينو، او قوه العربيه ديت يعني على الداينو، لان هي مطلعه في رينج ال 320 حصان. تاخد بالك من 280 ل 320. الشاهد في القصه دي كلها ان هو برضه نفس التوليفه والتركيبه بتاعت الموتور ال2 جي زي، موتور ياباني باعتماديه، هندسه مبالغ فيها ومن غير استخسار، ومحرك نازل ستوك من المصنع توين تربو. عاوز تطلعه 400 ولا 500 حصان؟ هاته يا باشا، غير التوربينتين والحمد لله على السلامه يا باشا. انا كده حكيت لك حكايه الاسطوره الار بي 26 نيسان سكاي لاين جي تي ار، اهم وابرز منافس لل2 جي زي للتويوتا سوبرا. وبالرغم من ان الموتور الار بي 26 فرقنا مع الجيل الجديد من النيسان الجي تي ار الار 35، الا ان دي كانت مجرد البدايه ومولد لساموراي جديد تماما في كوكب اليابان الشقيق، الار 35. الساموراي اللي قدر يثبت ان الموضوع مش بالعفيجه ولا بالدراع، لا بالعلم، وان تسارع العربيه مش مرتبط بس بقوه الموتور، لا يا باشا، ده مرتبط جدا بمنظومه الدفع والحركه كلها، وانك بفضل نظام دفع كلي للعجلات متعوب عليه بجد، مصروف عليه علم وفلوس، تقدر تحقق واحده من اعنف الطلعات من 0 ل 100 كم في الساعه، طلعه بجد توجع البطن. ولغايه النهارده النيسان الجي تي ار هي اسطوره نجاح منقطعه النظير، نجاح خلى كل مصنعي السيارات يتعلموا ازاي تقدر توصل للقمه وتقدر تستمر في التربع على عرش القمه دي اكتر من 30 سنه. 30 سنه بينضرب بيك المثل في الهندسه والعلم. واهم لقطه في الموتور الار بي 26 كله ان انت لازم تعمل لنا فولو علشان حلقات رمضان هتبقى افشخ من كده بكتير. لا تغيير جديد بقى. بس يا سيدي، لو انت على فيسبوك اعمل لنا فولو، ولو انت على اليوتيوب اشترك على القناه. انا طارق عبد الله ابو المواتير، ودي المواتير بالعربي. السلام عليكم، اتفضل.